بالفعل خرج المنتخب المغربي من أفريقيا، ولكن معاه رصيد يشفع له مع الجمهور للعيبة وللمدير الفني. الركراكي في المؤتمر الصحفي قال: أتحمل نتيجة المباراة ومسؤوليتي مسؤولية كاملة، ولكن الجمهور ما انتقدوش. ليه؟ لأن له رصيد شافعي. مش عارف امتى حازم إمام ومحمد بركات يخرجوا للإعلام ويعتذروا على الخروج المؤسف من كأس أفريقيا أمام الكونغو، رغم أني المنتخب المغربي ما عجبنيش من تاني مباراة لعبها في أفريقيا. كانت بردك أمام الكونغو اتعادل فيها 1-1، ما عجبنيش. التانية الركراكي مسك في لاعب كورة، انت لعيب ما تمسكش فيه تحت اي ظرف. الركراكي مدير فني، اللاعب يستفزك ما تكلموش ولا تعبره، ممكن لاعب زيه يرد عليه، انما انت حضرتك ترد على لاعب زي دون يخليك تتجازى للمباراة اللي بعدها، وكان ممكن للي بعدها واللي بعدها. لا، هي دي الخطأ الكبير عند المدير الفني للمنتخب المغربي. انما احنا ما عندناش في مصر الشفافية دي، ما عندناش ثقافة اننا اخطأت اقول انا اخطأت وشوفوا هنبدل ازاي من جديد. لا، بقعد مصمم على رأيي، ويا صابت يا خابت فيما بعد. مش هيتصلح حال المنتخب الوطني إلا لما نعترف بالأخطاء الجسيمة اللي ارتكبوها في حقنا. نشوف المنتخب مين اللي كان متاخد غلط، ومين اللي كان المفروض يروح المنتخب وما خدوهوش. لازم نشوف الحلول دي. لازم لعبتنا تكون على قد المسؤولية. دون منتخب مصر المنتخب الوحيد اللي في أفريقيا اللي حاصل على البطولة 8 مرات. أسياد أفريقيا نخرج بالطريقة الهزلية دي ليه وإزاي؟ ومين اللي هيتحاسب ومين هيحاسب مين؟ مفيش الكلام ده، مفيش شفافية خالص. مش عارفين إذا كان روي فيتوريا لسه قاعد على قلبنا ولا هيمشوه ويدوله جواب شكر وبارك الله فيه ومشكرين جدا، ونشوف مدير فني وطني. ايه المشكلة نشوف مدير فني وطني؟ ليه حازم إمام محمد بركات؟ ايه المشكلة؟ البطولة اللي خدتها حازم إمام بالمدرب الوطني، بركات البطولات اللي خدناها بالمدرب الوطني. 3 حسن شحاتة، الرقم دول محدش هيكسره. مدير فني ياخد 3 بطولات متتالية محدش هيكسره. يبقى ليه نشكك في المديرين الفنيين الوطنيين؟ محمد بركات، حازم إمام، ابعدوا عن كده. لازم تخلوا حد من الخبرة يتكلم معاكم وتقبلوا الحوار معاه وتقتنعوا بكلامه وما تقنعوهوش برأيكم. شفتوا رأيكم ودانا فين؟ الكونغو هربت بالمباراة مننا. الكونغو اللي هي المفروض كنا ناكلها من الشوط الأول، من أول 5 دقائق في المباراة كنا ناكلها ونمسك المباراة ونتسايد على المباراة. كانت أسهل بطولة نوصل فيها للنهائي. حرام عليكم، أسهل بطولة نوصل للنهائي. أدينا شفنا كل الفرق الكبيرة خرجت، بس خرجت بسقفوا لهم الجماهير، بتسقف لهم. المغرب الجماهير بتسقف لهم هم وخارجين. انما المنتخب المصري عمل ايه عشان الجماهير تسقف له؟ ما عملش ولا بنكله، ما عملش ب3 جنيه. بس اللي عمله على الجماهير على الغيظه اللي احنا فيها وعلى القرف اللي احنا قرفانينه من اللي حصل في ال3 مباريات الاولى. تعادلات تعادلات تعادلات، ايه ده؟ ما هو معروف 3 تعادلات وراها هزيمه، معروفه الكلام دوت. لو في ناس مسؤولة على الكرة يا ريت تبعد حازم إمام ومحمد بركات عن تدريب المنتخب ونشوف مدير فني وطني. أنا رأيي نشوف مدير فني وطني، لأن هو دون اللي هيقوم بالكرة المصرية. حاليا عندنا لعيبة حلوة، عندنا لعيبة حلوة، وعندنا لعيبة جامدة، عندنا لعيبة جامدة.
بس مع احترامي اللي مش بيلعب في ناديه ما جيبوش انا اخليه اساسي عندي. ده انا اسد افريقيا، ده انا حاصل على البطوله، اكتر فريق اكتر منتخب حاصل على البطوله في افريقيا مصر. اجيب لاعب ما بيلعبش في النادي بتاعه اخليه اساسي في المنتخب؟ مفيش عقل يقتنع، مفيش، بصراحه مفيش. انما الكره مش هيصلح حالها الا غير لو انشالت منها المحسوبيه.